بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله الصادق الأمين. أما بعد، أولا أريد أوضح للذين تكلموا على الشيخ علي الضبيبي أو غيره أني أقول لهم أني مسامح لهم. ليش؟ لأنه ما تكلموا في قضية در المصعبي إلا من غيرة وعار أشعروا به، ولكنهم لم يفهموا كلامي الذي قلته في المقطع السابق. ثانيا، أوضح أن كرامة در المصعبي هي كرامة بنات اليمن، بنات ريمة كانت، وليست درة المصعبي، إنما درة المصعبي شرف أبناء ريمة وعرضهم وعارهم وشرف اليمن كامل. ثانيا، أقدر وأثمن كل من ساهم وبادر في مناصرة هذه المكلف وهذه القضية، لأنها تمس ريمة واليمن، لأنها كرامة، ونحن يمنيين من أقصى اليمن لا أقصى. أيضا أشكر الأخ أمين العاصمة الذي بذل اهتمامه ولا زال حتى هذه اللحظة مهتم بالموضوع. كما أشكر الأخ العزيز محافظ محافظة ريمة على هذه اللفتة الكريمة وحضوره إلى أرضية در المصعبي وقام بواجبه، فهذا ليس غريب عليه. وإن كان هناك بعض الناس لم يكونوا راضيين بأني أتكلم بهذا الكلام، لأنهم يقولوا على أني مختلف أنا وياه، فهذا الكلام غير صحيح. وهو شخص عزيز وغالي ومحافظ محافظة ريمة، وأخ سواء كان محافظ أو مش محافظ، ورجل صاحب مواقف مهما كانت غلطاته أو غلطاتي، فنحن بشر، نحن لسنا ملائكة، فهذا شيء يحسب له. كما أشكر الإخوة مدير عام مديرية بني الحارث الأخ محمد بن راكان على اهتمامه وبذل المساعي لحل القضية. كما أشكر مشايخ بني الحارث الذي مستائين كل الاستياء من ما حصل. أيضا أقول للجميع بأن القضية بعين الاعتبار أمام الجميع وأمام المشايخ، وعلى رأسهم شيخ مشايخ ريمة الأخ القاضي عنان شاعر، والأخ شيخ مشايخ مديرية كسمة الأخ صادق أبو الفضل، وأنهم هم المتوليين للقضية مهما عملنا ومهما رحنا ومهما وقفنا ومهما هذا، نحن كلنا كفريق واحد ناصر بعض. وليست القضية قضية فلان زعطان فلتان، هذه لا تجينا ونحن مترفعين عنها، وإنما المتشدقين والكلام الذي ما له أساس إحنا لا يهمنا هذا كله. فنحن نعرف قيمتنا وقدرنا ومسؤوليتنا أمام الله سبحانه وتعالى، ثم أمام أصحاب ريمة وأصحابنا كلهم. سوف نضحي حتى بالغالي والرخيص على أي واحد من أبناء ريمة، سواء كان رجل أو مرأة، ولا نحتاج لأحد أن يشهد لنا أو يدي فينا كلام عيب.
ما حصل في هذه الثلاثة الأيام. الناس ينتقدوا والناس متضامنين والناس كذا، لكن بعض الأخوة الذين يتكلموا في الفيسبوك في التواصل الاجتماعي أقول لهم أنتم إخواني وأعزة علي، ومهما قلت لن أحمل على أي شخص، لأني أفهم أن كلامكم سواء من أي محل في الجمهورية، مش إلا أبناء ريمة، من أي محل، أنما قلت هذا الكلام هو حماس وشيء يعني يدل على أنكم غيورين على الكرامة والعرض والشرف. لكن في ناس لهم غرض، في ناس لهم غرض من هذا الكلام، أو أن لهم رغبة في الشيخ علي الضبيبي، فأقول لهم من له أي شيء لدى الشيخ علي الضبيبي فبيته معروف وهو معروف، ولا يجلس يتكلم في قنوات أو في الفيسبوك أو في التواصل أو هذا يعني، وكلام لا يخرج من أبناء الناس ولا يخرج من الأصول. نحن ناس نعرف قدرنا وقيمتنا، ولا نحن نشتي شهادة أحد، وكل واحد يضع نفسه حيثما يريد. لكن الإنسان الذي هو يشعر بنفسه أنه ناقص من الرجولة وناقص من الكرامة وناقص من أن يظهر أمام الآخرين، فهذا يتصرف التصرف الأحمق الذي لا يمس لنا بأي صلة، وإحنا مترفع عنه. لذلك حبيت أن اطلع الجميع على هذا الكلام، وبفضل الله سبحانه وتعالى ثم فضل الجميع بني المنزل والحمد لله. وهذا يعد يعني شيء جميل، لأنه يعتبر جزء من الحلول. بناء المنزل يعتبر جزء من الحلول وليست كل الحلول. فإن شاء الله العقلاء والمشايخ والمحافظ والأخ الأمين من العاصمة والأخ محمد بن راكان وكل الناس العقلاء الذين تواصلت معهم واجتمعت معهم وتحدثت معهم سوف يجدوا عدة حلول. حيث أوضح أنه يوم أمس التقيت أنا ومدير عام مديرية بني الحارث الشيخ العزيز الكريم محمد بن راكان ومشايخ بني الحارث، وقاموا بوضع بنادق. أنا على أساس لا يجي الكلام مناقض، ورفضت هذه البنادق رفضا قاطعا، وطلبنا على أن يتم أول وقبل كل حاجة، حتى وإن بنى البيت، حتى وإن اللي يحصل، أول شيء تسليم جميع الجناه الذي كانوا متواجدين ساعة الحادثة، تسليمهم للدولة. وعندما يتسلموا للدولة كل حدث حديث، هذا شرف اليمن كله وعرض اليمن كله. وسيضع المشايخ، مشايخ ريمة ومن جاء معهم من ناصرهم، الأخ المحافظ، مشايخ بني الحارث، الأخ أمين العاصمة، الأخ حمد بن راكان، ومن حضر ومن شارك ومن هذا، نحن مع العقلانية ومع الشيء الذي يحفظ كرامة المجتمع. هذا ما أردت أن أصرح به وأفهم الكثير والناس العقلاء والجمهور الكريم الذي تفاعل. وإن شاء الله سوف يتم كل شيء في حينه، وسوف نطلعكم على كل جديد. وشكرا جزيلا والمعذرة من الجميع. تحياتي وتصبحون على خير.